شو تسوي اذا كنت تمشي بشوارع مصر وشفت نازل اعلان لفيلم جديد باقرب سينما وباسرع حجز لازم تروح تشوفه؟ احنا دائما نسمع عن السينما المصريه، بس اليوم جايين حتى نجربها ونشوف هل اكو بها اختلاف عن السينما العراقيه لو لا. مبدئيا الديكور كلش حلو والشاشات وهذه التفصيله كلش حلوه. لما تدخلون راح تلقون هذه الشاشات اللي بيها الافلام اللي معروضه بالاضافه للاوقات، وراح تلقون هذه الماشينز بامكانكم ان تقطعون تذاكر او الاشياء اللي تقدرون تشتروها اونلاين من عندها. هذا المكان اللي تقطعون من عنده التذاكر، وهذا المكان الثاني اللي تاخذون من عنده الاشياء الثانيه البوب كورن وهذه التفاصيل. طبعا بالنسبه للتذاكر سعر الوحده 200 جنيه، يعني ما يقارب 6000 دينار فقط، فتعتبر ارخص من عندنا. كذلك موجود عندهم الجولد، موجود عندهم الاي ماكس، وكذلك موجود عندهم الفور دي اكس، وتصعد الاسعار توصل تقريبا ل 15000 دينار عراقي مو اكثر. هذه هي قاعه 15 وهسه ندخل. طبعا هو الفيلم بالعشرة فاكيد اكو اعلانات قبله وهيجي. هذه هي الشاشه فارغه بعدهم جايين الناس. هذه الكراسي تكون جلد ولونها اسود بس مو متحركه ابدا، يعني يمكن موجوده بغير فئات الكراسي اللي تكون متحركه وهيجي. وهذا البوب كورن والشاميه رفيق الفيلم والدرب والسهره وكل شيء. ما دام سينما مصريه معناها مانجا. واحدة من الأشياء اللي استغربتها ومو متعود عليها أنه بوسط الفيلم طلعت هذه الشاشة اللي هي عبارة عن بريك أو استراحة لمدة 10 دقائق يروحون بها الناس للمغاسل أو اللي يريد يروح للكافتريا، ومن بعدها يرجع يكمل الفيلم من وين ما وقف. خلص الفيلم، تجربة حلوة، الصوت وكل هذه التفاصيل والشاشة بيرفكت.